الزمالك في مواجهه فاركو في الاسبوع ال17 في الدوري المصري، وبقول لك ومن دلوقتي ربنا يستر على الزمالك. والله ربنا يستر على الزمالك، لان المباراه صعبه جدا جدا على الزمالك وسهله جدا على فاركو. انت بتقول ايه؟ ده الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطه، وفاركو في المركز ال12 برصيد 16 نقطه. يعني المباراه المفروض تكون سهله على الورق للزمالك وصعبه على فاركو، لكن لا، ما هو الزمالك دايما عكس المفروض وعكس كل الاتجاهات وعكس كل الاحتمالات. الزمالك المباراه صعبه عليه وسهله جدا على فاركو. طب انت ليه بتقول كده يا عم محمد؟ هقول لك ليه بقول كده، بس في الاول سمعني الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو لسه ما عملتش اشتراك او عملت متابعه، تابعني واعمل اشتراك ولايك وقول لي رايك في كومنت بعد ما تسمع وجهه نظري دلوقتي. بص يا سيدي، هنسيب الزمالك دلوقتي ونركن الزمالك على جنب بالقياده الفنيه بعوده بروفيسور جيسوالدو فيريرا وباللعيبه، بس تعال نبص بصه صغيره وبسيطه على فاركو، وهقول لك ليه دلوقتي ببص على فاركو. مين اللي بيدرب فاركو؟ الكابتن طارق العشري، وكلنا عارفين الكابتن طارق العشري لما بيدرب فرقه وبيواجه اهلي والزمالك بيعمل ايه؟ بيلعب على التنظيم الدفاعي، وبيعمل على غلق مساحات الخط الخلفي للملعب، وبيعمل على اللعب على المرتدات والهجوم الخاطف. كلنا عارفين كده، والزمالك عارف كده، والبروفيسور جيسوالدو فيريرا عارف كده. لكن الزمالك هيعمل ايه بقى؟ الزمالك في اخر 5-6 ماتشات عندنا مشكله هجوميه بحته، باستثناء ماتش فيوتشر اللي قدر سيف الدين الجزيري يسجل فيه هدفين. لكن ارجع كده الماتش الاهلي ما سجلناش، ماتش بيراميدز سجلنا هدف من ضربه ثابته وما قدرناش ان احنا نسجل تاني، رغم ان بيراميدز كمل المباراه ب 10 لعيبه. ماتش الاتحاد ما قدرناش نسجل، ماتش الداخليه سجلنا في اخر دقيقه من ضربه ثابته، ماتش اسوان من ضربه ثابته. فبالتالي الزمالك عنده مشكله هجوميه، فده لصالح مين؟ لصالح التنظيم الدفاعي ولصالح غلق مساحات اللعب لنادي فاركو. يبقى كده فاركو تنظيمه الدفاعي هيتفوق على هجوم الزمالك. طب الزمالك عايز بقى يتقدم وعايز يباغت فاركو، لازم الزمالك يلعب على 3 حاجات: التسديد من خارج ال18، اللعب على استغلال الكرات الثابته، والاختراقات او اللعب على الكرات السريعه والارتداد من الدفاع للهجوم، عكس ما اللي بيعمله فاركو يعمله هو نادي الزمالك. تمام؟ لان زي ما قلت لك وباكد لك على دي من دلوقتي، طول ما النتيجه تعادل سلبي، طول ما النتيجه 0-0، كابتن طارق العشري مطمن ونقطه من الزمالك مش وحشه. لكنه كمان في وقت من الاوقات كابتن طارق العشري وفاركو هيطمع في نادي الزمالك. امتى بقى؟ لما الزمالك المباراه تبدا تتسحب منه وتبدا النتيجه تاخد الزمالك للتعادل، الزمالك هيفتح خطوطه ويهاجم اكتر. هنا بقى هتظهر المشكله الدفاعيه اللي عند نادي الزمالك، او اللي هي كده كده اوريدي موجوده. وكلنا شفنا ماتش غزل المحله وماتش الاهلي وماتش بيراميدز. الزمالك عنده مشكله دفاعيه بعد غياب الونش، وخصوصا بكره عبد الغني مش موجود بسبب الاصابه في ماتش فيوتشر. فبالتالي حسام عبد المجيد والزناري، بقول لكم من دلوقتي خدوا بالكم من رزق حمرون، خدوا بالكم من رزق حمرون لاعب نادي فاركو اللي بيجيد اللعب في المساحات، اللي مع تقدم المباراه والنتيجه تعادل سلبي الزمالك هيفتح خطوطه. هنا بقى كابتن طارق العشري ممكن يخطف الزمالك وممكن يصعب المباراه اكتر على الزمالك وممكن يكسب الزمالك. علشان كده في اول الفيديو قلت لك مباراه صعبه جدا على الزمالك وسهله جدا على فاركو. طب الزمالك عايز يكسب لازم يسجل في اول ربع ساعه، لازم ان هو يعمل عكس المتوقع او يعمل المفاجئ للكابتن طارق العشري. طول ما النتيجه تعادل سلبي، طول ما الكابتن طارق العشري مطمن، وطول ما المباراه في اتجاه فاركو. الزمالك وفاركو اتواجهوا من قبل 3 مرات، تعادل مره وفوز الزمالك مره وفوز فاركو مره، يعني مفيش حد احسن من حد. علشان كده مباراه زي ما قلت لك صعبه سهله، صعبه على الزمالك سهله على فاركو، الا لو الزمالك بقى قدر ان هو يسهل المباراه على نفسه وصعبها على فاركو. قول لي بقى دلوقتي توقعاتك للمباراه وشايف مين اقرب للفوز؟ الزمالك في المركز الرابع برصيد 29 نقطه، وفاركو في المركز ال12 برصيد 16 نقطه. يا ترى الزمالك يفوز؟ يا ترى فاركو يفوز؟ يا ترى التعادل؟ مستني توقعاتكم، وان شاء الله اشوفكم بعد المباراه، والسلام عليكم. وما تنساش لو وصلت لهنا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.